السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معايا، انا رايحة شارع المعز. هقول لكم على كل باب الشرقية. ودلوقتي بعد ما نزلناه بندخل الشارع ده ضرب النحاسين، عشان مش عارفة اسمه ضرب النحاسين ولا ايه بالظبط، اسمه حاجة النحاسين. بنمشي للاخر خالص، هو كله بتوع نحاس كده، عربيات نحاس وحلل نحاس وصواني نحاس. بعد ما نمشي لاخره بندخل بقى شارع المعز. كده احنا في شارع المعز. واول ما دخلنا شارع المعز حاولت اصور لكم كام حاجة كده اهوت. دي الجوامع، لسه في حاجات تانية كتير هتتصور، بس كنت بصور المنظر، البيوت وال... والآثار القديمة من فوق. ما بصورش تحت عشان الناس يعني ما جيبهاش، لان اليوم كان يوم خميس والدنيا كانت زحمة جدا. ده لبس هنتصور بيه دلوقتي، هتشوفوه في اخر الفيديو معانا. هنا بقى راجل بيعمل على الحظاظة اسم اللي انت عايزاه، او سلسلة فيها اي اسم انت عايزاه. برضو عملنا السلسلة ديت، هوريكم شكلها. وعملناها فيها 3 اسامي كده بالمية الصفراء، كان شكلها تحفة قوي. وعملنا حظاظة مكتوب عليها، عملت انا بقى حظاظة مكتوب عليها اسم ابني، برضه هوريها لكم دلوقتي، تحفة قوي. مش عارفة اسمها حظاظة ولا اسمها ايه، بس انا مسميها حظاظة، يعني انا اعرف اللي اسمها كده. بصوا، هعملها زي دي، بس هكتب بقى اسم ابني مروان. دي الاشكال بتاعتهم، بتختاري الشكل اللي انت عايزاه وتديه للراجل وهو يعمله. بس انا ابني صغير، فاخدت واحده بقى بتعرف تتقفل قوي عشان تتقفل على ايد ابني كويس، وطلعت كبيره في الاخر للاسف، بس حلوه. هنا هو بيكتب الاسم، انا اخترت خلاص واحده مضلعه كده، ودلوقتي بيكتب الاسم. بيكتب الناحيه دي بالانجلش، والناحيه التانية هيلفها ويكتب بالعربي، ويعمل لي قلب كده. بصوا شوفوا المنظر تحفه. مش عارفه الجهاز اللي هو ماسكه ده جهاز ايه، بس المهم المحل دوت في شارع المعز، وتحفه وجميل جدا. وكمان بيديكي هديه، كاتب الهديه للقصيرين، بيشوفك قصيره بيديكي الهديه. جنيه كده فضه، بيكتب لك عليه اسمك. كل واحده قصيره ليها جنيه مكتوب عليه اسمها. بصوا، كنت عايزه اوريكم اليافطه اللي هو كاتبها الهديه للقصيرين، بس ما لحقتش. هي الحظاظه بعد ما خلصت 15 هي فاضي طلعت ولا ليه على لا؟ ابني، بس احتمال ما شاء هي الله. الحظاظه وهي فاضيه من غير ما يتكتب عليها حاجه ب5 جنيه، وهي مكتوب عليها الاسم ب10 جنيه. يعني لو خدتوا الحظاظه كده من المكان من غير ما تكتبوا عليها اي حاجه، هي ب5، هتكتبوا عليها الاسم هتزود 5 جنيه، يعني بقت ب10 جنيه. والسلسله ب25. هنزلكوا الصوره بتاعتها في نهايه الفيديو، علشان محطتهاش يعني وانا بصور. ده كافيه اسمه ابو العربي، تحفه. حاطين تمثال عبد الحليم حافظ واللمبي، ولا اسمه الحناوي، اللي هو في الفيلم، مش عارفه الفيلم اسمه ايه، ورا اهو. المكان جميل، والمكان ده بقى بيبقى اجمل وزحمه وجميل، ويعني احساس كده يعني حلو. في رمضان بتبقوا حابين تقعدوا فيه. طبعا الاسعار فيه غاليه، يعني كوبايه الشاي ب28 جنيه، كوبايه العصير ب50، عصير برتقال تقريبا ب45. يعني الاسعار كده في الرينج ده ماشي، عشان تكونوا عارفين. لحد دلوقتي الاسعار كده، فالله اعلم بعد كده هل بقى في ساعه رمضان هيبقى الاسعار عامله ازاي. ده المباني انا قلت اصور لكم المباني الاثريه بكل تفاصيلها. ما بصورش تحت عشان الناس كتير، وكان يوم خميس، ويعني وكانت ناس كتير بتتصور عامله فوتو سيشن. واللي بيلبس الهندي، والزي الصعيدي، والزي الزي الفلاحي، كل اللي بيلبسوه يتصور. هوريكم برضو احنا عملنا ايه وتصورنا بيه برضو. طبعا هناك بيبيعوا بقى الحاجات دي نحاس وذهبي، ومش عارفه اسمها شيشه. وبعد كده هنروح عشان نرسم حنة. هناك اللي بيرسموا الحنة كتير قوي، وكلهم اللي هم النص السمر، اللي هم فعلا اساس الحنة. وبيعملوا غزل بنات هنا روعة وجميل قوي. بتبدأ من 10 جنيه غزل البنات.
وهنا ابو السعود كافيه حلو برضو وجميل، معرفتش اصور عشان في ناس جوه. وهناك طبعا بقى كل التماثيل وبالذات ام كلثوم وعبد الحليم والاصابجي والاهرامات وابو الهول ونيفرسيتي والحاجات دي كلها مليانه هناك في الشارع دوت. وهوريكم كمان شارع خان الخليلي في فيديو تاني. هنا بقى رحنا للجميله ديت عشان نسم حنه، عجبتنا قوي رسم حنه وهي ترسمها بنت، فقلنا نسم عندها احنا كمان. رسمها سهل وجميل يعني لا بتعمل بسرعه جدا وكمان باتقان. بتوريك الكتالوج ده وانتي بتختاري منه الرسمه اللي تعجبك. الرسمه بتبدا من 10 جنيه، الرسمه دي ب25 عشان كذا حاجه فيها، ب20 سوري ب20 علشان كانت المفروض ب15، بس احنا طلبنا اللي تتحط لها فرشات تاني في الايد كده نازله على الصوابع، فراحت مزوده 5، يعني هي كده ب15. حطينا بقى الفراشات دي عملتها ب20، بس جميله جدا. ماشي حلو يعني الشكل في الاخر حلو قوي. الكافيه اللي احنا واقفين على جنبه دوت برضه منظره جميل جدا وبيبقى جميل قوي، بيجيبوا فيه مغنيين ساعات بس في رمضان كل الحاجات دي تبقى سهرات رمضانيه كده بيعملوها. ودلوقتي برضه كانوا شغالين حاجات جميله لا كان حلو برضه. هي الرسمه من قريب طبعا، هي هتعمل حاجات تانية ما بين الفراشات دي في اخر بعد ما تخلص يعني في الاخر. هنا كان في ناس جم عايزين ياخدوا الكتالوج ده عشان يشوفوا لون الرسومات. بصراحة كبير ممكن تكون عندها اصلا، انت وريها له هتعملها لها على طول. هنا بقى الجوامع دي بتفتح من الساعة 10 الصبح للساعة 5. احنا رحنا كانت قفلت للأسف، بس برضه هقولكوا أسعارها. سعر الجامع الواحد اللي تدخليه ب10 جنيه. هنروح مرة تانية الصبح واصور لكم من جوه عامل ازاي. انا ما كنتش عارف اللي بيقفل الساعة 5. واحد هيزعق لك على فكرة في وسط الفيديوهات يقول ايه ده اللبس الهندي كده. طب اصبر. وهنا بقى احنا كنا بنختار الزي اللي هنلبسه عشان نتصور صورة كده بيه في المكان هناك. اللبس هناك الطقم ب10 جنيه والصورة ب5 جنيه، وفي تقومة تانية وفي ناس تانية بتعملها ب15، يعني بتبدأ من 10 ل15 كده. وفي بقى لبس الطفل بقى انا اخدت لابني زي انا ما كنتش هصوره كده، فقال لي طب خدي طب حتى لو ب5. المهم فاخدته عشان صورت قبل كده ابني، واللبس مش بيطلع مظبوط عليه في الاخر عشان هو صغير، فراح قال لي طب خدي ب5. فاخدت لبس لابني صغير ب5 جنيه والصوره ب5، يعني وقفت عليا الصوره والتصوير ب5. اللبس زي بصوا بقى شكله حلو قوي. لا انا خدت اسود في ذهبي اهو جامع مش تبعهم ومش وقلت بقى اتصور عند ده بقى المبنى دوت كده اسلامي قديم، يعني ممكن نتصور عنده. هو طبعا عامل ديكورات للمحل عشان تتصوري عندها، يعني انت بتختاري الديكور بقى اللي عاجبك وتتصوري عنده. بصوا المنظر. الجامع ده برضو ب10 جنيه الدخول فيه، بس اخره عيد البنات ده ب10 جنيه يبدأ، بس الكبيرة دي ب15 وفي ب20 وفي ب25. المهم المبنى دوت الدخول فيه الصبح من الساعة 10 للساعة 5، الدخول فيه ب10 جنيه، وبتطلعي المأذنة اللي فوق ديت، يعني اللي واقف عليه قال لي تطلعي المأذنة فوق كمان وتتصوري زي ما انت عايزة.
فانا قلت المره الجايه هستغل الوقت واجي بدري عشان اطلع المأذنه من فوق، عشان عجبتني قوي المنظر عاليه. قال لي هتطلعي مكان عالي جدا، المأذنه عاليه جدا، فتطلعي تصوري براحتك من فوق شكل تحفه. فقال لي كل الاماكن اللي انت شايفاها دي هتطلعيها، يعني فوق المكان النور ده قال لي هتطلعي في المكان ده. فكل الجوامع للاسف كانت قفلت لما احنا رحنا. اللعبه دي ب30 35 يعني الالعاب بتتراوح في ب25. بصوا ده بتدخلي الجامع من هنا، والمأذنة اللي فوق دي اللي مش اللي ضلمه هو شاور لنا عليها، قال لنا بتطلعوه برضو تتصوروا من فوق. قال لنا لو انتوا مش خايفين دي منظر من فوق يخوف عشان بيبقى عالي جدا. بس هحاول المره الجايه اروح بدري واروح واحاول متطلعش تخوف يعني زي ما قال. بس حتى الجامع ده برضه، ده الجامع برضه اللي ب10، كل جامع دخوله الصبح من الساعة 10 للساعة 5 ب10 جنيه. قال لنا مفيش يعني مفيش جوامع، لا كله زي بعضه. طبعا احنا كده خرجنا من شارع المعز. هنا الغورية، لو الناس اللي تعرف الغورية مكان بيبيع لحفة وبطاطين وملايات ولبس عرايس، وفي كمان بتاع أقمشة ملايات وأقمشة لبس خروج وحاجات كده برضو الناحية دي. ما كنتش عارفه اصور لكم الجنب علشان الناس ماشيه. المهم دلوقتي احنا بقى مروحين، خلاص خلصنا جولتنا. عايزه اقول لكم ان احنا دخلنا خان الخليلي كمان، بس هصوره في الفيديو اللي جاي هنزله عشان الفيديو ده طويل قوي عليكم، فهنزله في فيديو منفصل خان الخليلي بكل تفاصيله برضو والاسعار وحاجات جميله جدا وحاجات مضحكه، تماثيل قمه يعني الضحك فيها والله العظيم. يعني هتشوفوا معايا في الفيديو الجاي. خلاص كده احنا مروحين، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. ايوه